هدوء. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم بالموت. ارجع معايا كده يا صديقي بالزمن لورا شوية كمان. ارجع اكتر لحد آدم وحواء. الله كانت خطته من البداية انهم يعيشوا معاه للأبد في جنة عدن. فاكر بقى لما الله وصاهم ما ياكلوش من الشجرة وقال لهم في تكوين 2:17 وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. اللي حصل إنهم ما نفذوش الوصية وكسروها. هتقولي ما هم ماتوش ولا حاجة، هو بس كل اللي حصل إنهم اتطردوا من الجنة. طب هو ده مش موت برضو يا عزيزي؟ الانفصال عن الله ده موت روحي، لأن الخطية فصلت الإنسان عن الله، ولأن الله قدوس ما ينفعش يعيش مع الخطية. والحقيقة آدم وحواء بعد شوية وقت ماتوا فعلا بالجسد، لكن القرب من الله فيه حياة، زي ما قال الرسول بولس في رسالة روميا 6:23 لأن أجرة الخطية هي موت وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. طيب إيه اللي يحصل علشان الإنسان يرجع يعيش للأبد تاني حسب خطة الله؟ علشان الله يدينا الحياة الأبدية دي تاني كان لازم يحصل التجسد والفداء. طب وهو ليه يحصل أصلا التجسد والفداء على الصليب؟ ما كان ربنا خلصها بكلمة وخلاص. أقول لك أنا الخطية مش مشكلة سهلة وبسيطة عشان تتحل بكلمة. الخطية فصلت الإنسان عن الله وشوهت الإنسان من جواه. ولو عايز تفهم أكتر ارجع لحلقة التجسد والفداء وانت تعرف ليه كان لازم يتجسد. تعال بقى نتكلم في ليه كان لازم يتصلب. مش احنا لسه قايلين ان أجرة الخطية هي الموت؟ سامعاك يا عزيزي وانت بتقول هو مش الله رحيم؟ ليه ما ينفعش يرفع حكم الموت من على الإنسان من باب الرحمة؟ هو الله رحيم لكنه كمان عادل، وعدل الله يقول إنه لازم ينفذ الحكم اللي حكم بيه. الله أمال إيه الحل؟ ما هو لو نفذ الحكم هيبقى عادل صحيح بس مش رحيم، ولو ما نفذش الحكم هيبقى رحيم بس مش عادل. طب إيه الحل؟ سمعتك يا عزيزي. أنت رأيك إن الإنسان يتوب ويرجع لله والله يسامحه وخلاص اهي من غير موت ولا حاجة. بس كده الحية اللي أغرت حواء وقالت لها إن الله كذب عليكم ولو كلتوا من الشجرة دي مش هتموتوا ولا حاجة، يعني لو الله رفع حكم الموت ده هيطلع الحية عندها حق ويطلع الله بيكذب، وطبعا مستحيل الله يكون بيكذب. يعني الله كده لازم يبقى عادل وصادق وفي نفس الوقت رحيم. طب نحلها بقى ازاي المعادلة الصعبة دي؟ هحكي لك حكاية وركز معايا قوي فيها. مرة كان في ملك عظيم أصدر حكم إن اللي هيستلف فلوس من خزنة المملكة لازم يردها في خلال سنة، ولو ما ردهاش لازم يتحكم عليه بالسجن المؤبد. وفي يوم من الأيام لقى القاضي جاي بيقول للملك إن في واحد ما ردش الفلوس اللي استلفها من خزنة المملكة. نعمل إيه معاه ده بقى؟ الملك قال له طبعا ننفذ الحكم ويتسجن إلا لو رد المبلغ كله دلوقتي، وهو ده العدل. القاضي قال له بس في مشكلة يا جلالة الملك، إن المتهم ده يبقى ابن حضرتك، ينفع يجي ويتأسف لك وتسامحه وخلاص؟ الملك قال له لا ما ينفعش، الحكم لازم يتنفذ علشان ما بقاش ملك كذاب، أكيد في حل تاني. القاضي قال له ما هو لو جلالتك سجنت ابنك هتبقى ملك قاسي ومش رحيم. الملك قال له خلاص الحكم بيقول إن المتهم يتسجن إلا لو رد المبلغ كله، مش كده؟ علشان كده أنا هدفع بداله المبلغ ده لخزنة المملكة، وبكده أبقى ملك عادل لأني نفذت الحكم، ورحيم لأني فديت ابني وما سجنتهوش. الله عمل كده بالظبط زي ما الملك عمل، مرجعش في حكم الموت ولا غير كلامه بعد ما قاله. الله قرر انه ينفذ الحكم وما غيرهوش لانه اله عادل ومش كذاب، لكنه اختار انه ياخد هو الحكم ويموت بدل الانسان ويفدينا علشان هو اله رحيم. الخلاصة يا عزيزي ان الحل الوحيد لتحقيق المعادلة الصعبة دي، الحل اللي جمع الرحمة والعدل مع بعض، كان هو الصليب. وده اللي اتكتب عنه في مزمور 85:10 الرحمة والحق التقيان، البر والسلام ثلاثة مان. طب اشمعنى يعني الصليب؟ ليه الموتة القاسية دي؟ ده بقى اللي هجاوبك عليه في الحلقة الجاية. تابعني على نفس الصفحة اللي بتشوفني عليها دلوقتي. سلام.